بعد انسحاب كومبارس الكرة المصرية اللي حاول يقول ان هو مش كومبارس فاثبت انه تافه الكرة المصرية. فعلا اتفه نادي ممكن تتعامل معاه في الكرة المصرية، النادي اللي من الاخر كلنا هزرنا وضحكنا واتريقنا وحفلنا على انسحابه المضحك، اللي كلنا عارفين ان حقيقته انه خايف يلعب المباراة لانه عارف كويس جدا انه هيخسر، وهيخسر سكور، وهيبقى خرج من موسم قيمته 7 بطولات نتيجته صفر. فمن الاخر انا اخسر 6 بشكل مهين، والسبعة تبقى بانت من غير ما تتلعب، ابقى خسرتها بدل ما الاهانة تبقى 2. لكن السؤال المهم بعد الضحك والهزار والتريقة وان احنا كلنا عارفيننا انه نادي تافه، وخد بالك هي اكتر حاجة اثبتت انه نادي تافه واثبتت ان هو ما عندوش شعبية. يعني هو من الاخر جاي كحالها عماها وعلى نفسه. انا الاهلي قاعد باشا مستني في دبي، اللي هيجي كلهم في الاخر زي ما قلت لك عرايس في مسرحية، دورهم يضحكونا او يمتعونا واحنا بنركبهم وبنكسبهم في الكورة. وهنا السؤال، هو بيقول ان هو صاحب الشعبية الاكبر والاجمد في الخليج وفي كل الدول، لك ان تتخيل ان وجوده زي عدمه. يعني من الاخر اعكس الصورة واعتبر ان الاهلي هو اللي ما كانش هيكون موجود في السوبر، ولا هو اللي كان هيبقى موجود في الامارات. ايه اللي كان هيحصل؟ انا بقول لك اهو كان هيتم الغاء المباراة لان 90% من التذاكر للاهلي، و90% من الجمهور اللي حاضر هيكون للاهلي. صاحب الشعبيه الاكبر وصاحب الرعاه الاكبر هو النادي الاهلي. يعني من الاخر جاي تاخد لقطه ضربت في وشك، وسيبك من السوشيال ميديا ومن الكلام اللي هم بيحاولوا يضحكوا على نفسيهم بيه وان هو قرار تاريخي ونحن بنحافظ على المبادئ. ده من الاخر زي ما بقولك بطولات وهميه مش موجوده غير في مخيلتهم وبس، عشان يحاول يضحك على نفسه ويثبت لنفسه ان هو ليه قيمه او ليه شعبيه. ولا ده موجود ولا ده موجود. وهنا مش كلام انا طالع اهاجمك بيه، بالعكس انا بقول لك الحقيقه، الحقيقه اللي مش هتسمعها غير عندي. لانك من الاخر هتروح تسمع عند صفحاتكو ان هو بيفهمك انك عندك قيمه وعندك شعبيه، وانت عارف انك لا تملك الاتنين. وده مش كلامي بقى، ده النتيجه اللي انت شفتها لما قررت تعلن انك تنسحب وما حصلش اي حاجه، ولا حتى فكروا يكلموك او حتى يضغطوا عليك وسابوك. وانت حاولت تعمل ناصح ومشيت ورا ميدو اللي فاهمك ان بيراميدز هيكون مش موجود في السوبر، وده كان ممكن يزنق اتحاد الكوره ويخلي شكله وحش جدا لو انت ما بقاش في بيراميدز. لان مش هنضحك على نفسينا، اه انت كومبارس وتافه واحنا عارفين، وبيراميدز كومبارس واتفه واحنا برضه عارفين، دي حقيقه وجودكم. ولكن كلنا عارفين ان انتوا في الاخر في شكل الجمهور غير لما تكون المباراة فيها طلائع الجيش او تكون فيها فيوتشر. مش مع احترامي لكل الاندية، ولكن ده هيكون امر طبيعي جدا نتيجة الشكل العام او الحالة العامة اللي عاملها بيراميدز، وانتوا كجمهور واحتقان والقصة اللي معمولة دي، فانتوا كان هدفكم انه يتضرب الشكل العام ده. ولكن للاسف ميدو اللي انت مشيت وراه وبيراميدز اللي انت صدقته في الاخر قالوا لك بص العصفوره وما صدقوا ان يجي لهم مباراه ببطوله لو قدروا ياخدوها من النادي الاهلي هيكون شيء بالنسبه لهم مهم جدا. وخد بالك، وهنا ده كلامي للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، الموضوع اصعب لان كلنا عارفين ان الزمالك كان منافس زي ما بنقول اسهل مما انت تتخيل، وكلنا كنا قاعدين مستنيين مباراه هيكون فيها سكور وسكور كبير اللي هو اصلا انسحب بسببها. لكن بيراميدز الموضوع مختلف، نادي معلوش اي ضغوط، جاي لك من ماتش وبطوله جات له على الطبطاب زي ما بيقولوا من الهوا، فهيكون اهدى ومركز عشان يحاول يحقق اول بطوله في تاريخه. وبالذات لما تكون على حساب النادي الاهلي اكيد هيكون طعمها مختلف. ان شاء الله ده مش هيحصل واللعيبه تكون رجاله وقدها، لكن حبينا نوضح الفرق اللي لازم كلنا نكون مركزين ليه عشان لعيبتنا تكون في كامل تركيزها. خليني اقول لك ادينها عرفنا قصة الشعبية، وعرفنا قد ايه ان انت لا في شعبية ولا في جماهيرية ولا في مش عارف مين. وخليني اقول لك ان النادي الاهلي لما لوح بس عن الانسحاب ومش بشكل رسمي، ده كلام انتشر على السوشيال ميديا باحتمالية انسحاب النادي الاهلي بدون اي شكل رسمي،
انت عارف ان الدنيا قامت وما قعدتش، لان ساعتها كانت هتبقى الخسارة زي ما بنقول كبيرة جدا، وما ينفعش الاهلي ما يكونش طرف النهائي او طرف في مباراة السوبر. دي قصة الشعبية. ولكن لما نيجي بقى للجد اكتر، وبعد ما وضحنا التفاهة اللي هما بيتكلموا فيها والبطولة الوهمية اللي في مخيلتهم من باب ان هما يحسوا ان هما نادي عنده كرامة وعنده وطنية، بالرغم زي انا قلت لك وشرحت لك لا شفنا الكرامة ايام ما مشيتوا اللعيبة ورجعتوها تاني، ولا شفنا الكرامة لما كان رئيس النادي اللي انتوا دلوقتي بتقولوا عليه بطل تاريخي المعزول شتمكم كلكم بامهاتكم كاعلاميين او صحفيين او سوشيال ميديا او حتى جمهور. طب كرامتكم فين كاشخاص قبل ما تشوفوا كرامة الزمالك؟ ولكن هنعديها، تعال نتكلم في الجد اللي بيقول سمعة الكرة المصرية. مين اللي هيحاسب على سمعة الكرة المصرية؟ مين اللي هيحاسب على الموقف اللي اتحطت فيه شكل الكرة المصرية في دولة شقيقة بتنظم بطولة عشان تكون محفل رياضي عندها؟ دولة شقيقة بتصرف وتكلف ونظمت وعملت دعاية وعملت بانرات وصرفت فلوس عشان يكون طرفين البطولة اسمائهم موجودة عندها. فلما يوصل الامر ان قبل المباراة بحوالي 72 ساعة وما يتمش تحديد مين اللي هيكون مشارك، ويضرب كل ده بعد ما يكون معروف الاطراف اصلا من حوالي اكتر من 15 يوم، وفجأة يحصل اللي حصل ده، اعتقد ان ده اهانة لسمعة الكرة المصرية. ده غير طريقة ادارة الامور بمسرحية هزلية، بيان هنا وجواب هنا وكلمتين هنا، وسوشيال ميديا هي اللي بتحرك النادي ونادي هو اللي بيحرك السوشيال ميديا، وكلام زي ما بنقوله شغل نادي تافه. نادي تافه وباقتدار. فلما يكون ده منظر وشكل الكرة المصرية، مين اللي هيحاسب ده؟ مين اللي هيحاسب اتحاد الكرة اللي مسؤول انه يخلي شخص معزول لغاية دلوقتي هو اللي بيتحكم في رئيس النادي؟ ده كلام وسؤال لوزير الشباب والرياضة ولاتحاد الكورة. مين اللي هيحاسب اتحاد الكورة اللي سمح للنادي ده ان هو يكون بيعمل كل شيء وكل شيء مباح ليه؟ لان المسؤول على ان النادي ده بيعمل كده الطبطبة والدلع، وانك تعديله كل اللي ما ينفعش يعدي اللي ضد اللوائح والقوانين. لما تسمح له انه يكون عليه مديونيات فوق ال 80 مليون جنيه وبتأيد لعيبته من 2015، فده في حد ذاته فهمه انه دلع. لما تسمح له ان هو يكون عليه مشاكل وقضايا مع الفيفا، وتسمح ان هو يشارك في افريقيا وتديله الرخصه وتتحمل انت كاتحاد الغرامات بالدولار عليك، اعتقد ان ده دلع كانت دي نتيجته. هو احرجك واحرج سمعه الكره المصريه. لما انت كوزير شباب ورياضه تقعد مع لعيب عشان تجدد له، لعيب محترف في الزمالك عشان تجدد له وتقنعه بان هو يقعد ويجدد، اعتقد ان ده نتيجه ان هو في الاخر خلى سمعه الكره المصريه بالشكل ده. وهنا السؤال، مين اللي هيحاسب على سمعه الكره المصريه اللي منظرها بقى محرج ومكسف ومخزي قدام اشقائنا في الامارات؟ مين اللي هيحاسب عن الشكل ده؟ مين اللي هيحاسب عن اللي حصل ده؟ لان الموضوع بعيد عن الهزار وبعيد عن التحفيل وبعيد عن كلام ونكش الكوره، الموضوع بصراحه شكله مغزي جدا ويكسف ويعر، بصراحه يعر. والمسؤول اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه اللي فضلوا يدلعوا ويطبطبوا ويحطوه على الحجر لحد ما في الاخر يوم ما قرر ياخد لقطه خدها على حسابهم، احرجهم. بس للاسف هو ما احرجهمش هم لوحديهم، هو احرج الكره المصريه بالكامل في المنظر المهين والفظيع. وفي الاخر يكون النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي دايما بيكون في المكان المناسب وبيحافظ على شكل الكره المصريه. خد بالك ان الاهلي بالرغم من التلويح عن الانسحاب اللي ما حصلش باي شكل رسمي من الاهلي، ده كان كلام على السوشيال ميديا من صفحات، وكلنا مش مسؤولين ولا لينا صفه رسميه عشان تطلع تاخد تقول ان مراد قال اصل الاهلي هينسحب. مين مراد او يمثل ايه بشكل رسمي جوه النادي الاهلي؟ ولا حاجه. انا بقول لك اهو ولا حاجه. ولكن الاهلي ما عملش كده حفاظا على شكل الكره المصريه. الاهلي استخدم كل الاشكال القانونيه اللي تخليه يحافظ على حقوقه في مشاركه اللعيب بتاعه بشكل قانوني ورسمي ودون الاخلال بشكل الكره المصريه في اي شيء، بالرغم من كل المحاولات الاعلاميه
وعضو اتحاد الكرة الزمالكاوي ووزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار لمجاملة الزمالك. يعني هما في الآخر كانوا برضو عايزين يجاملوا الزمالك، لكن هدوء الأهلي وتعامله بشكل قانوني محترم هو اللي قدر يبوظ كل ده. وللأسف ما كانش هامم أي حد في سمعة الكرة المصرية غير النادي الأهلي، اللي قدر يحافظ عليهم بشكل رسمي وقانوني وباللوائح والقوانين، وياخد لعيبه ويسافر ويقول أنا موجود. لكن غيرك للأسف كل اللي يهمه كانت اللقطة أو الحفاظ على مكانه أو مساومة الوزارة أو اتحاد الكورة على مكانه. وفي الآخر للأسف اتسوح واتضحك عليه وكان فاكر إن هو هيخلي شكلهم وحش، وبقى في الآخر هو اللي تافه وملوش وجود حتى في الشعبية اللي كان بيحاول يضغط بيها. وحاليا فرحان وهم فرحانين بشوية مكاسب وهمية اسمها ايه؟ قال احنا خدنا قرار تاريخي بيحافظ على قيم وكيان النادي وكرامة النادي. والله العظيم شر البلية ما يضحك، وده فعلا اكتر شيء هو شر لكن بيضحك. ناس عايشة في الوهم، لكن الحقيقة ان سمعة الكرة المصرية اتأثرت، والعبث اللي بيحصل في الرياضة المصرية دي المسؤول عنه وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكورة ونادي اسمه الزمالك. اعتقد ان وجوده في الكرة المصرية ووجود المسؤولين عنه بإدارة بإعلام بسوشيال ميديا هم أهم سبب لإخفاق الكرة المصرية وتدهور الحال والشكل وحتى المضمون. الموضوع بقى مغزي ومقرف بشكل مبالغ فيه. والسؤال هنا مين اللي هيحاسب؟ مين اللي هيتحاسب؟ مين اللي ممكن في يوم من الأيام يتحاسب عن سمعة الكرة المصرية اللي كانت بالشكل ده؟ اللي انا عارفه ان هيحصل بيان من مجلس ابو ظبي الرياضي بسبب ماتش السوبر والاحداث اللي حصلت والكلام اللي اتقال. ولكن زي ما كلنا عارفين التافه عمره ما بيحسب حسبة الوطنية، دايما كلامه بيبقى شعارات، شعارات وبس. شعارات يحاول يقول فيها انه وطني، ويحاول يقول فيها انه عنده كرامة، ويحاول يقول فيها انه عنده مبادئ. لكن كلنا عارفين الوطنية والكرامة والمبادئ مواقف، مواقف مش انسحاب. ولكن هتقول ايه؟ ده ذنب او ده مسؤولية الوزارة والاتحاد اللي دلع وسمح بالمشاكل وطبطب ودار على الكوارث، وفي الاخر ضربت في وشهم وللأسف في وش الكرة المصرية. وزي ما قلنا يبقى النادي الاهلي المشرف والمنظومة الكروية الوحيدة الانجح والافضل في الكرة المصرية. حقيقة محدش يقدر ينكرها فعلا وقولا. ولكن هنا السؤال اللي لازم كلنا نسأله، تخيل لو كان النادي الاهلي مش موجود في الكرة المصرية في المنظر العبثي ده، كان ايه اللي هيحصل؟ او كان منظر وحال الكورة في مصر كان هيبقى عامل ازاي على مستوى البطولات او حتى التنظيم؟ شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. واخر حاجة بنقول لعيبتنا ركزوا، لان الماتش بقت اصعب بوجود بيراميدز، لان الزمالك كلنا كنا عارفين ان الموضوع كان هيبقى سكور وسكور مرتاح كمان. طبعا ما تنسوش تعملوا متابعة على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير، واوعوا تصدقوا ميدو تاني في حاجة تانية، لان هو اللي خلى منظركم بالشكل ده. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقة جديدة من المشجع. سلام.